كل واحد فينا على الاغلب بيبقى عنده جانب من شخصيته مش بيحب يعرضه لاي حد، والجانب ده كفيل اللي هو يدمر حياته للابد، وبنسبه كبيره بيكون جانب سوداوي مش بيعرف يتحكم فيه ولا حتى يسيطر عليه. بس ازاي وليه الجانب ده اصلا بيتكون من الاساس؟ الجانب ده علماء النفس سموه بالظل، وده الجزء اللي بنحاول دايما ندفنه جوانا عشان في صفات او رغبات كده او كده مش بنحب نعترف بيها. الشخصيات اللي كنا بنقول عليها مجنونه او مريضه نفسيا بسبب تصرفاتها الغريبه طلعت وراها قصه اعمق من كده بكتير، وده اللي فعلا بنشوفه في فيلم فايت كلاب. Gentlemen, welcome to Fight Club. لما تايلر ديردن اللي هو الشخصية الخيالية بتبقى أكتر حاجة مدمرة وخطيرة في الفيلم كله. You want to make an omelet, you gotta break some eggs. في الفيديو ده انا هشرح لك السبب النفسي اللي بيخلينا نعمل كده في الاساس، فاتفرج على الفيديو ده لحد الاخر عشان انت ممكن يكون عندك جانب سوداوي وانت مش عارف. بس في البدايه خلينا اشرح لك يعني ايه ظل. كارل يونغ هو اول واحد عرف الظل، وقال ان الظل هو الشيء اللي بيمثل الجوانب المكبوته واللاواعيه من شخصيتك، ودي بتبقى الحاجات اللي انت بتعملها ولكن شايفها غير مرغوبه او مش مقبوله من الناس. يعني مثلا الولد الصغير لما بيوصل لسن معين ويعيط الناس بتبدا تتريق عليه ويقولوا عليه اللي هو عيوطه وطفل وكلام من ده كتير، فالولد ده بيبدا يشوف ان العياط حاجه مش مرغوبه من الناس، فوقتها بيبدا يجتمع جواه. ودي للاسف بتبقى اكتر حاجه مرعبه، لاننا بنخاف ان الناس تسيبنا لو ما عرفوش يحبونا على طبيعتنا. هتضطر طول الوقت تخبي الحقيقه بتاعتك جواك وخايف تظهرها للي قدامك عشان ما يفهمكش غلط او يسيبك، وتفضل طول الوقت عايش في دوامه طويله مش بتنتهي. Did you shed tears in your cell? It's difficult for me to answer the question. You cried. There were tears that ran down my face, but I did not cry. I mean, that's crying. فوقتها غصب عننا بنحاول نغير من نفسنا وبنبدا نخفي الحاجات اللي في شخصيتنا اللي محدش بيحبها. فالطفل اللي كانت الناس بتتريق عليه عشان بيعيط بيبدا وقتها اللي هو يمنع نفسه من العياط، لكن انت كراجل هتحس ان انت في وقت من الاوقات عاوز تعيط، اكيد هيجي عليك وقت وتعيط فيه، بس لما يجي الوقت اللي انت هتعيط فيه مش هتعرف. ليه بقى؟ عشان انت اتعودت من صغرك اللي انت تخبي العياط ده جواك، ومع الوقت بنبدا نبني طبقه كامله من شخصيه مزيفه فوق شخصيتنا الحقيقيه، فتبدا وقتها كل حاجه تتدمر حواليك اكتر واكتر. فيلم فايت كلاب، الشخص اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده شخص ملوش اسم، هم مسمينه الراوي، بيكره الحياه وبيكره شغله وما عندوش شغف لاي حاجه بيعملها في حياته، عنده ارق 24 ساعه ومش بيعرف ينام. For 6 months, I couldn't sleep. بيشتري حاجات عبيطه ملهاش لازمه عشان يحس ان هو عايش، كان شايف ان كل حاجه حواليه مش حقيقيه وملهاش معنى، فقرر يروح مجموعات ناس عندها مرض مزمن خطير جدا عشان هو عارف ان هناك هيلاقي ناس حقيقيين بتعاني فعلا من مرض حقيقي. Hey, come on. I'm in pain. You want to see pain? Swing by First Methodist Tuesday nights. See the guys with testicular cancer. That's pain. واول ما شخص اسمه بوب حضنه وبدا يعيط في حضنه، الراوي حس بحاجه غريبه، والاول مره كان حاسس ان هو مطمن نفسيا. اكتشف في الاخر ان بس كل اللي كان محتاجه اللي هو يعيط ويخرج كل اللي جواه. ياه، شفت بقى الموضوع بسيط ازاي؟ للاسف الوضع ما مشيش زي ما انت متخيل بالظبط. الراحه دي ما استمرتش لوقت طويل، عشان في مره وهو جوه المجموعه دي شاف بنت اسمها مارلا، ودي بنت تصرفاتها غريبه جدا، والاغرب من كده اللي هي اصلا مش مريضه عشان تحضر المجموعات دي، هي بتعمل بالظبط زي الراوي، وبمجرد ما الراوي شافها فهم اللي هي بتعمل زيه. طبعا الراوي وقتها حس ان وجودها خلاه يفتكر اللي هو مزيف وكذاب، فكل حاجه وقتها رجعت تبقى مصطنعه تاني زي الاول. So once again, I couldn't sleep. ومن اللحظه دي كل حاجه جواه بدات تنهار اكتر واكتر، وده لما عقله الباطن بدا يخلق شخصيه خياليه اسمها تايلر ديردن. طول الوقت الراوي ما كانش واثق في نفسه وكان ضعيف جدا وما كانش عارف هو عايز ايه اصلا، حرفيا اكنه عايش بلا هدف. فتخيل في دماغه شخصيه هو نفسه يبقى زيها، جريء وواثق من نفسه وعنده قدره اللي هو يكسر كل القواعد من غير ما اي حد يكلمه، ما بيخافش من اي حاجه ويعيش زي ما هو عاوز. وفي يوم من الايام الا فجاه يا سيدي الشخصيه الخياليه دي اللي كانت في دماغه بتظهر في الحقيقه. هنا تايلر ما كانش مجرد انسان عادي، تايلر كان الظل اللي جوه الراوي، كان الجزء اللي فضل مكبوت جواه لسنين طويله وقرر اخيرا يطلعه للحياه الحقيقيه. وعشان كده تايلر كان بيعبر عن كل حاجه الراوي كان خايف منها. تايلر علمه الغضب اللي كان نفسه يطلعه كل يوم في الشغل بس ما كانش بيعرف، والرجوله اللي ضاعت منه وسط مجتمع مزيف. وكل ما كان تايلر بيظهر الراوي كان بيحس بالقوه واللي هو حر واللي هو اخيرا بيعيش زي ما كان بيحلم بالظبط، بس في الحقيقه هو ما كانش بيتحرر، هو كان بيتحبس
اكتر جوه دماغه وبيتوه اكتر من الاول، وكان مستسلم استسلام كامل لحد ما كل حاجه حواليه اتدمرت بالتدريج. وده لما اسس هو وتايلر نادي للقتال، مش عشان يتمرنوا فيه، لا ده عشان يطلعوا كل العنف اللي جواهم. الضرب كانت الحاجه الوحيده اللي بتحسسهم ان هم عايشين. حسوا ان النادي مش كفايه، فقرروا يعملوا حاجه كارثيه اكتر، مشروع اسمه مشروع الفوضى. قرروا يدمروا كل حاجه حواليهم لانهم كانوا شايفين ان العالم كله فاسد، وان النظام والشركات والاعلانات وكل الحاجات دي بتخلي الانسان عبيد لحاجات مش مهمه. ومن هنا بدأ مشروع الفوضى. وهنا الراوي ما بقاش عارف يفرق بين نفسه وتايلر، الشخصيتين اندمجوا مع بعض. Why do people think that I'm you? I think you know. No, I don't. Yes, you do. Why would anyone possibly confuse you with me? ودي بتبقى بداية ظهور حاجة اسمها البيرسونا، ودي يعني قناع مزيف بتظهر بيه قدام الناس كلها. بيبقى عبارة عن الشكل اللي انت عايز الناس تقبلك ويحبوك بيه. العلماء بيقولوا لو ما حاولتش تعالج الظل بتاعك لحد سن ال40 فهو هيسيطر عليك بالكامل. وقتها الظل بيتصرف بحرية كاملة. Say it. Because we're the same person. That's right. طيب هل ممكن فعلا ان يحصل لينا زي ما حصل للراوي ويبقى لنا شخصيه تانية عدوانيه وبتحب التدمير زي تايلر بالظبط؟ بص، هو مش بالظبط، بس ايوه ممكن يحصل. انا فاهمك دلوقتي كل حاجه، فركز معايا كويس جدا عشان ده اهم جزء في الفيديو كله. الراوي في الفيلم كان واضح جدا ان هو عنده مرض نفسي خطير جدا، وده مرض اسمه اضطراب الهويه الانفصامي. يعني ايه بقى المرض ده من الاساس؟ باختصار معناه ان عقل الشخص بيقسم نفسه لكذا هويه، وكل هويه تبقى مختلفه عن التانية، وده عشان العقل يحمي نفسه من ألم شديد حصل له في الماضي. في الفيلم الراوي كان ليه شخصية واحدة بس، ولكن اللي انت مش هتصدقه ان في الحقيقة تعدد الهوية ده ممكن يوصل ل 100 هوية في نفس الشخص. انتوا متخيلين؟ يعني مش شخصيتين بس. الكلام ده بقى علميا بيحصل ازاي؟ لو الطفل مر بتجارب صعبة ومحدش ساعده، العقل وقتها هيتدخل ويحاول يحميه بس بطريقته الخاصة. طب ايه هي الطريقة دي؟ انا فاهمك دلوقتي. في كل مرة الطفل بيتأذي فيها وهو صغير، العقل بيقسم نفسه حتة جديدة علشان يبعد عن الطفل ده الألم، وكل حتة من دول بتبقى عامله زي الشخصيه في اوضه لوحدها مقفوله على نفسها وشايله وجع معين. ومع مرور الوقت الحتت دي بتكبر بالتدريج وبتبقى شخصيات كتيره جدا جوه الطفل ده، وده باللي العلماء بيسموه باضطراب الهويه الانفصامي. بس الحاجه اللي الفيلم بالغ فيها شويه، وده طبيعي بسبب الدراما، وهي انه عدى ايام كتيره جدا وهو الراوي فقد الوعي بنفسه. يعني تخيل اللي هو عمل نادي تحت الارض وكان صاحب فكره مشروع الفوضى ودمر كل حاجه حواليه، وهو حرفيا كان مغيب وهو مش عارف هو عمل كل ده ازاي وامتى. طيب في الحياه الحقيقيه هل ده ممكن يحصل فعلا؟ يعني هل ممكن انت تكون بتعمل حاجه وانت مش عارف اللي انت عملتها وبتتفاجئ في الاخر اللي انت عملتها؟ احب اصدمك واقول لك ايوه، ولكن مش بالشكل الواسع اللي الفيلم عرضه. بمعنى ان الشخص اللي بيعاني من مرض اضطراب الهويه الانفصامي ده فعلا ممكن يحصل ليه فجوات في الذاكره بتاعته ويعمل حاجات هو مش واعي بيها ويستغرب في الاخر اللي هو عملها. بس الكلام ده بيحصل خلال ساعات او مواقف معينه، زي مثلا لما بيكون بيتمشى وفجاه بيلاقي نفسه في مكان تاني ومش فاكر ازاي اصلا هو وصل للمكان ده، او يلاقي فجاه حاجات في البيت اتعملت وهو مش فاكر اللي هو عملها. انما مش بيعدي ايام وفي الاخر بيدرك اللي هو عمل حاجات ما عملهاش. بنعرف في الاخر اللي انت ممكن يكون جواك جانب مظلم وانت اصلا مش حاسس بيه طول الوقت بسبب التراكمات الكتير اللي جواك، زي ما حصل مع راوي بالظبط. وان فعلا ممكن يحصل لك انفصام في الهويه بتاعتك نتيجه للصدمات اللي انت تعرضت ليها زمان وانت صغير. بنعرف في الاخر ان الراوي بيعاني من اضطراب الهويه الانفصامي، وده المرض الاساسي اللي عنده، ولكن برضه ظهر عليه اعراض اكتئاب وقلق شديد جدا وارق مزمن، وكل ده بسبب الضغط النفسي والوحده اللي هو بيعيش فيها. كده يكون وصلنا لحد نهايه الفيديو. اتمنى يكون الفيديو يكون عجبك. تنساش تقول لي رايك تحت في الكومنتات. ما تنسوش برضه تشتركوا في القناه عشان نوصل ل 30,000 مشترك في اقرب وقت ممكن. اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.